اللي معاها، وهي عن طريق تطبيقات المواعدة، وبتشترط ان اللي يتجوزها يشتري البيت اللي هي عارضاه، وبتفضل طول اليوم شغالة كده تقابل في ناس من التطبيق وتقول لهم على كده، وبعدين بتقترح البيت برضه على رجال الاعمال ويتجوزوها معاه رخيصة اوفر يعني. وبعديها بتقابل واحد من التطبيق بس بتخاف من شكله، وده لان شكله فقير، لكن هو بيقول لها انه تاجر بطاطس كبير وانه بيكسب ملايين في السنة وانه هيقدر بكل سهولة يشتري البيت دوت. لكن بو بتكون خايفة من شكله برضه، فبتشترط اللي بعد ما يتجوزوا يكتب لها البيت باسمها عشان تقدر تخلص منه. لكن بتتفاجئ انه بيوافق، بس بيقول لها هتدفعي مبلغ صغير معايا في البيت وهيكتب البيت باسمهم هما الاتنين. فبتقتنع بو، بل وكمان راحت تجيب المبلغ اللي طلبه منها، لكن هو بيكون حرامي وبيسرق شنطتها وبيهرب، وبتروح لمركز الشرطة عشان تبلغ، لكن المركز مش بيعرفوا يعملوا ليها اي حاجة. على الجانب الاخر بنشوف واحد وبيكون اسمه مينج لو، وبيكون برضه بيشتغل في العقارات، لكن الغريب في الموضوع انه بيكون في سنة 1999 وساكن في نفس العنوان اللي بو هتروح تسكن فيه بس في المستقبل، وبيكون بيحاول يبيع حتة ارض للمستثمرين وكبار الاعمال على انهم يشتروها ويبنوا بيها مول تجاري في المستقبل، لكن بيرفضوا وبيحبط جدا وبيروح. في الوقت ده بو كانت بتغسل هدومها في الغسالة وبتستعد عشان تاخد دش، وهو بيروح عشان يغسل مواعين عشان يبدأ ياكل، وبيبدأ ان هو يعلق الاكل على النار، لكن وفجأة بيطلع ليه ليفت الاستحمام بتاعت بو وبيستغرب منها وازاي جت هنا. وبو على الناحية التانية بتتصدم في ان في خضار في المية واللي هي كانت بتستحمى فيها، وده اللي كان مين جلو بيطبخه، وبتطلع بسرعة وبتروح تغسل وشها بالغسول، واللي مين جلو كان داخل يستحمى بس الغسول اللي بو بتحطه بيجي على مين جلو، وبتستغرب لانه ما حطش شامبو اصلا، وما تسألنيش ازاي يا صديقي. وبيروح مين جلو عشان يفتح على الاكل وبيلاقي هدوم بو فيها، وبيستغرب جدا لانه بيكون عايش لوحده ومفيش واحدة بتيجي هنا في بيته اصلا. واللي في نفس الوقت بتروح بو تجفف بمجفف الشعر بتاعها وتلاقي بودر طالع منه في نفس وقت ما كان مين جلو بيفتح علبة البودر ومفيش حاجة بتنزل منها. وقتها بيقرروا يروحوا يناموا قبل ما يتجننوا من اللي بيحصل ده، لكن في الليل بتحصل حاجة في البيتين، وهو ان البيتين بيتداخلوا ببعض وكأنهم بيت واحد، وتاني يوم بيصحوا الاتنين في وش بعض، وبتتخض بو اللي كانت مفكراه حرامي وبتجري وراه بسكينة، وبعدها بيبص